ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. هنعمل النهاردة القرص بتاعة الغفران بالعجوة بالظبط. شايفين ما شاء الله اخدة اللون الذهبي من فوق زي تحت، وما شاء الله بضغط عليها بترجع ازاي تاني. ما شاء الله طعمها في منتهى الجمال واحلى من اللي بنشتريها. شايفين ما شاء الله لونها من فوق زي تحت ازاي. شايفين شكلها. هنعمل كمية كبيرة من 3 كوب دقيق، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله دي حلوة قوي للفطار ومش هتشتروها تاني من بره. وزي ما انتوا شايفين اسعارها غلت جدا. هنعملها في البيت. عندنا المقادير بتاعتنا 3 كوب من الدقيق، ويفضل دقيق متعدد الاستخدامات، وعندنا معلقة كبيرة من الزبدة، وعندنا 3/4 كوب ماء دافئ، وعندنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الخميرة، و3 معالق كبيرة من الزيت، و3 معالق كبار من السكر، ومعلقتين كبار من اللبن البودرة. ممكن نستخدم عن اللبن البودرة. هنجيب بولة وننزل بالمية والخميرة، وعندنا ربع معلقة صغيرة من الملح، هننزل بالخميرة والماء والسكر كده مع بعض كويس والملح، وبعد كده هننزل بالدقيق والبيكنج باودر واللبن البودرة والزيت، وبعد كده هنعجنها لمدة 10 دقايق عجن كويس جدا. وبعد كده هنحطها في بولة وندهنها زيت كده ونسيبها على جنب ترتاح لمدة ساعة علشان تخمر. هنبدأ بقى نجيب ربع كيلو من العجوة ونحطه في فرن سابق التسخين علشان العجوة بتاعتي تسيح معايا وما تكونش جامدة. وهننزل عليها بمعلقة كبيرة من السمنة ومعلقة صغيرة من السمسم، وممكن نحط رشة من ريحة الكحك. العجينة بتاعتي بعد ما خمرت بعد ساعة ما شاء الله حجمها تضاعف معايا. بدأت اقطعها كده بسكينة او قطعة وهبدأ اكورها، واهم حاجة القفلة دي كويس. وهحطها على جنب بقى ترتاح لمدة ربع ساعة قبل ما اشتغل فيها. وبعد كده بقى هبدأ اللي انا احضر العجوة بتاعتي على ما هي تخمر. هبدأ بقى اللي انا اعملها صوابع طويلة كده، وهبدأ اجيب بقى بالنشابة او بالمردانة وافرد العجينة بتاعتي كده بعد ما خمرت، وابدأ احط صوابع العجوة اللي انا عملته واقفل كويس جدا. اهم حاجة البرمة دي، واهم حاجة القفلة كويس جدا من تحت، واهم حاجة برضو القفلة اللي في الاخر دي هضمها كده على بعض واقفلها كويس. وابدأ بقى اجيب صينية وابدأ بالمقص كده اعمل لها فتحات كده زي شكل الوردة علشان تديني الشكل اللي شبه الوردة بالظبط. هبدأ اعمل واحدة تانية معاكم اهو. بحاول اللي انا اعملها بالطول علشان اللي انا احط فيها صباع العجوة يكون مقاسها بالظبط، وابدأ الف كويس جدا وابدأ اقفل كويس جدا القفلة بتاعتي دي. وبرضو هجيبها بالمقص وابدأ اعمل لها فتحات علشان تكون شكل الوردة اللي بنشتريها من المخابز بالظبط. ما شاء الله مقاديرها سهلة وبسيطة. بعد ما خلصنا الكمية كده هنبدأ بقى اللي احنا نجيب فوطة ونغطيها ونسيبها على جنب برضو ساعة علشان تخمر تاني. بعد الساعة هنجيب معلقة من اللبن وفرشة كده هندهن وش القرص بتاعتي، ومعلقة من السمسم، وهبدأ ارش عليها وابدأ اطبطب تاني بنفس الفرشة باللبن. وهبدأ بقى ادخلها على فرن حرارة 180 في الرف الاوسط. اول ما بتاخد لون من تحت بشغل عليها الشواية على الهادي، وهتطلع معايا كده. اول ما تطلع من الفرن بدهنها بمعلقة من الزبدة السايحة. شايفين شكلها ما شاء الله في منتهى الجمال. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.